بيبدأ فيلمنا بواحد داخل على واحدة معاها الحرس بتاعها في حفلة وبيطلب منها ترقص معاه وتوافق، وفي وسط رقصهم بتسأله انت تعرفني؟ يقولها لا بس اتمنى اعرف. فردت عليه وقالت له يا ريتك كنت جاي عشان تتعرف عليا مش عشان تقبض عليا ولا ايه يا ارجايل. اللي بنكتشف انه جاسوس وبتطرقع صوابعها. فالحفلة تقف وكله يرفع السلاح عليه وتطلب منه يسلمها سلاحه، وقبل ما يخلصوا عليه بيطلب من صاحبته كيرا انها تساعده، وبالفعل بتقدر تملى الأوضة بدخان ويقدر يهرب منهم. ونلاقي كيرا جايه له بالعربية عشان يهربوا، والبنت التانية بتضرب عليهم نار في العربية وبتقتل صاحبته كيرا وبتخرم كاوتشات العربية. وبنلاقي مدير ارجايل بيطلب منه انه ما يسيبهاش تهرب منه وياخد عربية اي كلام ويعدي بيها من وسط البيوت ويكسرها عشان يحاول يلحقها، بس للاسف بتهرب منه. وارجايل بيكلم زميله وايت اللي بيكون قاعد في كافيه بيشرب كابتشينو، بيقول له انها جايه عليه ولازم يمسكها. وبالفعل يقدر وايت يمسكها ويقعدوا على الكافيه ويسالها ازاي عرفت هويته الحقيقيه، فبتوريهم على تليفونها صورته لما كان ضابط في الجيش. ونعرف ان مديره هو اللي سرب معلوماته ليها وكان عاوز يتخلص منه، وبتطلع سم من سلسلتها وبتاخده وتموت فورا. ونلاقي مديره بيحاول يكذبها في السماعات، بس ارجايل ووايت يتخلصوا من سماعاتهم ويقرروا يختفوا. وبنكتشف اننا كنا في روايه مؤلفتها اسمها إلي كونواي، وتكون في حفل توقيع للروايه بتاعتها، والمعجبين يسالوها شويه اسئله اهمهم انت ازاي بتعرفي التفاصيل الجاسوسيه دي؟ فضحكت وقالت لهم مش يمكن اكون جاسوسه انا كمان. ونلاقي إيلي في بيتها شايله قطها ألفي وبتكمل شغلها على الروايه الجديده، ان ارجايل بيروح لبنت هاكر وبيديها شنطه مليانه ذهب وبتديله موبايل عليه معلومات سريه عن مديره والاستخبارات. وإيلي تخلص الروايه وتبعتها لامها اللي بتقراها كلها وبتقول لها انها جامده وكل حاجه، بس النهايه ناقصها حاجه وبلاش تسيب النهايه مفتوحه كده. وبعد كده إيلي بتركب قطر وبتكلم امها تعرفها انها هتزورها عشان تكمل كتابه لنهايه الروايه معاها. وهم بيتكلموا بيقرب عليها راجل وسيم وبيسالها ان كان الكرسي محجوز، وبيحصل بينهم زي لحظات اعجاب، بس بترد عليه وبتقول له للاسف ايوه. وفجاه بتلاقي راجل شكله غريب جاء قاعد في الكرسي وتقول له الكرسي ده محجوز، بس يتجاهلها ويلاعب القط ألف اللي في الشنطه. وبيسالها قريتي روايه ارجايل قبل كده؟ فبتقول له ايوه، فبيقول لها تمام ويكمل قراءه وهي بتقرا في كتاب تاني. وفجاه بيقلب غلاف الكتاب، بيتفاجئ ان اللي قدامه تكون هي المؤلفه وبيتناقش معاها عن الروايه، وبيقول لها عيبها الوحيد انها بتخلي الجاسوس لبسه فخم جدا ومكشوف، وده مش حقيقي. الجاسوس لازم يكون شكله زي اي حد ويقول لها انا جاسوس اهو، هل انت لاحظتي ده؟ وفجاه بيظهر شخص معاه الروايه وبيطلب منها توقيعها، وبدل ما يطلع قلم طلع سكينه. ونكتشف ان صاحبنا كان بيقول الحقيقه وانه جاسوس فعلا، وان في عصابه بتحاول تخلص منه، بس هو بيحاربهم كلهم والعصابه بتتكاثر عليهم وهم عند باب الخروج في القطر، وطلب منها انها تحضنه جامد قوي. وفجاه الباب انفجر والباراشوت فتح وقدروا يهربوا من العصابه. وبنلاقيها صحيت تلاقي نفسها في كوخ والجاسوس داخل عليها بس بشكله الطبيعي وتخاف منه، فيحاول يطمنها وبيقول لها ان اسمه ايدن، فتساله على قطها ألف يقول لها انه في امان بس هي لا، ويفرجها على بث مباشر لشقتها والعصابه بتفتشها، ويقول لها ان زعيم العصابه ده اسمه كارلوس، ويقول لها ان مدير العصابه او الجواسيس دول واحد اسمه ريتر. فبتقول له وايه اللي يخليهم مهتمين بواحده زيي؟ قال لها عشان انت رواياتك بتفضحهم وبتكشف سريتهم بتفاصيلها، ويقول لها انهم هيحاولوا يتخلصوا منها باي طريقه. ونلاقي ريتر بيتخلص من واحد شغال معاه عشان ما قدرش يبعد ايدن عن إيلي ويقرر يقتله. وايدن يقول لإيلي عشان اساعدك لازم تساعديني، ويسيبوا الكوخ ويسافروا بعربيه. وفي الطريق بيقول لها انه فعلا استأجر هاكر يسرق الملف من الاستخبارات زي ما كتبت في روايتها، وقدر يوصل لملفات هتفضح الاستخبارات كلها في قضايا فساد وتزوير وحاجات كتير، ونقلهم على فلاشه وخباها في رصاصه. ولما راح يقابله في لندن عشان ياخد منه الفلاشه الهاكر مقابلوش، فهو والاستخبارات بيتسابقوا على اللي يوصل له اول، ومحتاجين إيلي في انها تحاول تتنبأ بمكانه، فتقول له مستحيل اقدر اتنبأ بحاجه زي دي لانها عمرها ما راحت لندن. فقال لها مفيش مشكله هنركب الطياره الخاصه دي ونروح. قالت له بس انا بترعب من الطيارات، بس قدر يقنعها ويطمنها انها مش هيجرى لها حاجه، ويوصلوا لندن ويفرجها على المكان اللي كان هيقابل الهاكر فيه. ونلاقي ريتر مدير الاستخبارات قدر يعرف مكانهم ويتجسسوا عليهم صوت وصوره بكاميرات المكان، ويبعت لهم فريق يقبض عليهم. وتبدا إيلي تكمل كتابه الفصل اللي ناقص في روايتها اللي هيساعدهم في مشكلتهم، واللي بيكون ان ارجايل بيشك ان التليفون اللي كان هيتصل بيه على الهاكر فيه شريحه متصله بالقمر الصناعي، وانهم لو قدروا يعرفوا القمر الصناعي هيقدروا يوصلوا للهاكر. بس للاسف ايدن بيقول لها انه رماه وقتها لانه كان خلص شحن، بس بياخد اللاب بتاعها وبيقدر يوصل للاقمار الصناعيه اللي في المكان واللي بيكون عددها حوالي 96 قمر. فتحس إيلي ان الدنيا اتعقدت اكتر وبتقول لايدن بس هو اكيد اختار المكان ده لسبب معين، ويشكوا في شارع جنبهم يقرروا يروحوه، وبيوصلوا شقه الهاكر ويحاولوا يوصلوا لاي دليل. وفجاه ايدن يدوس على خشبه بتعمل صوت فيشيلها ويلاقي تحتها شنطه مقفوله بقفل، فيكسر القفل يلاقوا فلوس ومفتاح مركب ودفتر فيه كل المعلومات الخاصه بالهاكر، ويبصوا في
الشباك، يلاقوا فريق عمليات خاصة تحت في الشارع وبيطلعوا يقتحموا عليهم الشقة، فميلاقوش حد فيها لأنه بيكونوا مستخبيين تحت الخشب. بس القط بيعمل صوت يكشف مكانهم وبيطلع إيدن يحارب الفريق كله لوحده وبيخلص عليهم ويهربوا لشقة جنبهم عشان بيكون فريق تاني بيدور عليهم وبيرمي عليهم قنبلة وبيقضي عليهم كالعادة، وبيلاقوا فريق تالت طالع لهم بس بيهربوا للسطح وبيعلقوا حديدة على الباب عشان يمنعوهم من الدخول. وإيلي تقول لإيدن إن أكيد الهاكر كان عامل لنفسه خطة هروب وأكيد هنلاقي حبل أو حاجة هنا، وبيبصوا للشارع فيلاقوا مركب متغطي بقماش فيقرروا ينطوا عليه، بس هي تخاف فيقول لها مش انتي بتثقي في القط بتاعك؟ قالت له أكيد، فخدوا من وراها ورماه ونزل سليم وقال لها غمضي عينيكي، ونطوا سوا وشغلوا المركب وقدروا يهربوا منهم ويروحوا فندق يقعدوا هناك. وتخرج إيلي من الحمام ويقول لها إن الدفتر مكتوب بطريقة مشفرة ويقرر يروح يستحمى، بس القط بتاعها يروح يقف عند باب الحمام، فتروح إيلي عشان تبعده، بس فجأة تسمع إيدن بيكلم مديره وبيقول له إنه هين عليه يقتل إيلي، واللي بتكون مذهولة من اللي بتسمعه وتخاف فتاخد الدفتر وقطها في شنطتها وتهرب من إيدن. وبتكلم أمها من كابينة في الشارع وتقول لها إنها وقع في مشكلة كبيرة ومحتاجاها بس معهاش فلوس ترجع البلد، فتقرر أمها وأبوها يحجزوا في الفندق اللي أمها قضت فيه شهر العسل بتاعها في لندن، وبتروح لهم إيلي هناك وبتسأل أمها إن كان حد مشي وراها هي وأبوها في طريقهم، فقالت لها لا، وحد يخبط على الباب، فإيلي تتخض وتقول لأمها ما تفتحيش، بس أمها تكون فتحت ونكتشف إن أبوها هو ريتر مدير المخابرات، بس هي ما تعرفش، ويحضنها ويحاول يهديها وبيقعدوا سوا وبتحكي لهم إيلي على كل اللي حصل، ونحس إن أهلها مخبيين عليها حاجة وهي بتحكي، ويسألها أبوها عن مكان الدفتر اللي معاها فتقول له إنه في شنطتها، ويروح عشان يشوفه وهو بيقرأ اللي فيه يكسر إيدن الباب عليهم ويرفع مسدس على دماغ أبوها، فإيلي تخبي أمها وراها وتخاف من إيدن، وإيدن يحاول يشرح لها إنها فاهمة غلط وتقول له غلط إزاي وإنت قلت إنك عاوز تخلص مني؟ قال لها ده كان مجرد تعبير مجازي. وفجأة أبوها بيتحول تعابير وشه ويقول له لو قتلتني الاستخبارات كلها هتدور عليك، وإيلي وأمها بيتفاجئوا من كلامه ويقول لها إيدن شفتي إني معايا حق، بس فجأة نلاقي أمها رفعت مسدس على دماغ إيلي تهدد بيه إيدن، فإيلي بتترعب لما تشوف المسدس في إيد أمها وبتزقها بعيد عنها، وإيدن يضرب نار على أمها وبيقول لها يلا نمشي، فتقول له أمشي إزاي واسيب أبويا وأمي؟ فيقول لها دول مش أهلك، دول حاولوا يقتلوكي، لازم تثقي فيا. وينزلوا تحت للعربية بس تفتكر إنها نسيت القط ألفي، ويقولها إيدن لو طلعتي تجيبيه هتموتي، فيمشوا ويسيبوه وتعيط في العربية وتقول له ما عادش عندي حد أثق فيه. قال لها تقدري تثقي فيا، وطلب منها تنام شوية عشان ترتاح، ولما صحت لقت نفسها في فرنسا ووصلوا بيت راجل عجوز اسمه ألفي زي قطها، وبنكتشف إنه مدير إيدن واللي كان نائب مدير سابق، وبيسلموا إيدن الدفتر المتشفر، وبيتمشى المدير مع إيلي لحد مكتبه وبيقول لها إن كتاباتها دي مش مجرد تنبؤات ولكن هي فعلا ذكريات من ماضيها، ويوريها على الشاشة ملفها في الاستخبارات واللي بيكون اسمها فيه ريتشل كايل أو أركايل، وتروح تتخانق مع إيدن وتقول له إن صاحبه مجنون وإنها مجرد روائية لا أكتر ولا أقل، ويحاول يغفلها ويضربها بس هي بتتفاداها بسهولة، فيحاول يهاجمها تاني بس بتقدر تتغلب عليه بمنتهى السهولة، فتتفاجئ من نفسها وتطلب منه يعرفها كل حاجة عن نفسها، وبتعرف إنها هي اللي كانت رايحة تقابل الهاكر، ويقولها أنت اختفيتي وقتها وما عرفناش عنك حاجة غير إننا لقيناكي في غيبوبة في المستشفى، وإن الاستخبارات قدروا يوصلوا لها بس هي كانت فاقدة للذاكرة، فقرر مدير الاستخبارات والدكتورة اللي بتعالجها إنهم يمثلوا إنهم أهلها، واخترعوا لها هوية جديدة وأقنعوها بذكريات مختلفة، وعملوا لها تنويم مغناطيسي وأقنعوها بأحداث ما حصلتش بأسماء كانت تعرفها عشان يخلطوا الكذب بالحقيقة وتصدقهم، وإنه كان يعتبر هو شخصية وايت اللي في رواياتها، وإن كيرا فعلا حقيقية وماتت في عملية كانوا بيعملوها سوا، وينادي عليهم ألفي ويقول لهم إنه قدر يفك شفرة الدفتر، ويقول لهم إن الهاكر سايب الفلاشة مع واحدة اسمها صبا البدر ولازم اللي يقابلها ريتشل كايل اللي هي أركايل، وقدروا يقنعوها إنها تمثل دور جاسوسة لحد ما ذاكرتها ترجع لها، وبنلاقي فجأة إيلي الغلبانة بتتحول لمزة، وراحت مع إيدن يقابلوا صبا في مكان سري في شبه الجزيرة العربية، وبيدخلوا المكان وإيلي تقول له إنها متوترة قوي فيطلب منها ترقص معاه وتوافق، ونلاقي صبا بتراقبهم من فوق، وبتعرف إيلي من إيدن إنهم كانوا بيحبوا بعض زمان، ويظهر لهم واحد خليجي يقطع عليهم رومانسيتهم ويطلب من إيلي إنها تروح تقابل صبا لوحدها، وتقول لها أنت أتقنتي دور البنت البريئة كويس قوي لدرجة إني صدقتك في أغلب الأوقات، قولي لي بقى أنت أنهي شخصية فيهم عشان واحدة بس منهم اللي هتخرج من هنا عايشة، فتتحول إيلي لشخصية أركايل وتقول لها هتديني الصندوق بتاعي ولا أخده منك بطريقتي، فتديها الصندوق وتطلع الرصاصة وتخرج منها الفلاشة وتوصلها على
الكمبيوتر وتشوف كل البيانات اللي عليها، وبتكتشف سر خطير بتنزل عشان تبلغه لإيدن. بس تلاقي الدكتورة النفسية طالعة من وراهم ويعرفوا إنها كانت لابسة درع واقي للرصاص عشان كده لسه عايشة، وتهددهم إن لو عملوا أي تصرف مش محسوب الرجالة هتخلص عليهم وتطلب منهم يشربوا شاي معاها. فتعزم الدكتورة عليهم بالشاي ويشربوه وتقول لها انت شفتي كل المعلومات وذاكرتك رجعت لك كلها ولا لسه؟ فتفتكر إنها كانت شغالة معاهم في الاستخبارات وإنها قتلت الهاكر واللي كان ضابط قنابل في شقته بساعته السمارت ووتش في حالة لو قلبه وقف تنفجر، ودي الحادثة اللي خلتها تفقد ذاكرتها. وفجأة نكتشف إن الشاي كان فيه منوم ويقعوا هم الثلاثة على الأرض، وتصحى تلاقي قدامها ريتر وتسأله هي فين؟ يقول لها في البيت. يا بنتي تقول له بنتك. يقول لها أنا اللي ربيتك على إيدي لحد ما بقيتي أحسن جاسوسة. ويقول لها إنه معاه الملف الرئيسي بس ناقصه يعرف مكان ألفي قبل ما يفضحهم. فتقول له إنها ما تعرفش مكانه بس إيدن يعرف. فيقول لها هعمل معاكي صفقة تخلي إيدن يقول لي مكانه وتديني ألفي بتاعي وأديكي ألفي القط بتاعك. قالت له ما يلزمنيش، ما بحبش القطط أصلا. فيرميه بشنطته على الأرض وتروح معاه الأوضة اللي بيتعذب فيها إيدن وتقول له قول لهم على مكان ألفي عشان ما اضطرش إني أقتلك. قال لها أنا بس هسألك على حاجة وتجاوبيني بصراحة. يومها لما عرفتي الحقيقة ما قتلتنيش ليه؟ وقتها يمكن عشان كنت عاوزة تمشي انت كمان يا إيلي. فتمسك إيلي المسدس وتقوله أنا اسمي أركايل وتضربه بالنار. ونلاقي إيلي مع الدكتورة وريتر وبتحاول تلاقي مكان ألفي، وفي نفس الوقت بنلاقي الحراس بيفكوا إيدن اللي بنتفاجئ إنه لسه عايش ويتخلص من الحراس ويروح عند دولاب فيه علاجات عشان يحقن نفسه بأدرينالين. ونلاقي إيلي قدرت تحدد موقع ألفي ويسقف لها ريتر على إنجازها، بس تقول له إيلي إنها لولاه ما كانتش قدرت تبعت الملف الرئيسي لألفي. ونتفاجئ إن الملف ما تبعتش وبتضربهم إيلي ويفقدوا الوعي وبترجع تاخد القط بتاعها وتهرب. بس نلاقي ريتر فاق وشغل حالة الطوارئ، وتروح إيلي مخزن السلاح فتلاقي حد داخل فتستخبى واللي بيكون إيدي. فبترمي سلاحها وبتقول له أنا وأنت في صف واحد. فيقول لها أنت ضربتيني بالنار. قالت له أنا ضربتك جنب القلب وكنت عارفة إنك مش هتموت ولا ما كانش زمانك عايش دلوقتي. وتقول له إحنا لازم ننزل للدور الأرضي لمكان السيرفر الرئيسي عشان نبعت الملف لألفي. ونلاقي العساكر بتستناهم بره فبيحولوا المكان حفلة تخرج وبيقتلوا العساكر. ونلاقي ريتر واقف بيتفرج على رجالته بتموت. وفجأة الدخان كله بيروح من المكان وبيتضرب نار طلقة منهم تيجي، فشنطة القط تكسر الإزاز بتاعها فبيهربوا من فتحات التهوية ويروحوا مكان مليان مضخات بترول واللي بتكون اتخرمت من الطلقات اللي اتضربت وغرقت الأرض. فيوقفوا ضرب نار عشان المكان ما ينفجرش بيهم كلهم. ونلاقي إيلي بتحط سكاكين تحت جزمتها عشان تساعدها تتزحلق على البترول وتتخلص من كل العساكر باستخدام السكاكين، وما يتبقاش الا ماركوس بترمي عليه سكينه وبتقتله. وبيوصلوا لغرفه السيرفر الرئيسي، بس تلاقي ان لازم الامر يتفعل بعينين ريتر اللي بنلاقيه ماسك بندقيه وداخل عليهم. بس القط ألفي بيهجم على وش ريتر، فايدن يستغل الفرصه ويضرب نار على ريتر وبيخرجوا للسطح اللي بنكتشف انه سطح حامله طائرات بحريه وبتبعت الملف لألفي. بس فجاه بيطلع صوت موسيقى من سماعات المكان بتقدر الدكتوره من خلاله تنوم إيلي مغناطيسي وتأمرها تقتل إيدن وتعطل إرسال الملف. وإيلي تضرب إيدن وهو يصد ضرباتها بس ويحاول يفكرها بشخصيتها الحقيقية. والدكتورة ماسكة صندوق الموسيقى وواقفة تتفرج عليهم، وقبل ما تخلص عليه نلاقي حد طلع من ورا الدكتورة وخبطها بمفتاح أنبوبة فدماغها وبيقع الصندوق يتكسر. فتفوق إيلي قبل ما تموت إيدن حبيبها، وبنكتشف إن الشخص ده هي كيرا صاحبتهم اللي كان المفروض إنها ماتت في عملية زمان. وبيكتمل عملية إرسال الملف وبيفجروا حاملة الطائرات، وبكده يكمل الفصل الأخير في رواية أرجايل. ونلاقي إيلي في حفلة نشر الرواية بتاعتها، وبنلاقي ألفي وكيرا وإيدين حاضرين، وبيظهر شخص شبه أرجايل عشان يكلمها ونلاقي إيلي اتخضت منه. وبكده يكون الفيلم انتهى. لو عجبك الفيديو متنساش تعملنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.